السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. وكان تعادل 1-1 في ملعبهم. ادي امامنا هنا محاولات طبعا فريق تيفي مازيمبي انه 19 مباراه اماميه كوره المساحات. وادي امامنا علي معلول وكنزومبي، لكن خبره علي على طول يا ولد على طول الكرات العاليه تدخل، ولكن هنا تدخل جانب اللاعب لكونزا. ركزين على الجبهه اليمين اللي طبعا بيملك خبرات كبيره ويملك ايضا يلعب للمره الثانيه كاساسي في هذه البطوله بعد ما لعب المباراه الاولى طبعا مباراه الذهاب في الدور نصف نهائي. نادي الاهلي ومحاولات مبكره. ادي امامنا اللاعب بيرسي تاو، يعود بيرسي تاو مره ثانيه ضغط عبر زيمانجا خطير يا ولد على الفدائيه والركم. محمد هاني وتشيكوم يا ولد هاني قطع حلو برافو. تمس الاهلي لعبت على طول علي معلول عرضيه حلوه افريقي ترجع مره ثانيه عمرو السوليه يلعبها حلوه عدت على الاهلي. احمد نبيل كوكا تمريره كوكرتين بطل سوبر 3 مرات، لكن الاهلي امامنا عبد وفاتي ضغط اهلاوي المرمى الخالي، لكن ضاعت الفرصه. الاهلي امامنا اهو في هذه اللقطه بالدم بالروح. افريقيا مش هتروح، كل الامور تبقى لصالح القلعه الحمراء. الكره العاليه حلوه السوليه هي لكن حارس المرمى، لكن فاتي امامنا هو عمرو السوليه يضيع جمله حلوه اتعملت من علي معلول، وكان هيسجل عمرو السوليه امامنا هنا واحد من الكرات اللي جمهور الحقيقه اللي بيقدم في ظل هذه المباراه اكرم الحقيقه من جمهور الاهلي. مره ثانيه رامي تمريره الاهلي اللي هي امام سان داونز كان التعادل السلبي. بص الدكه قفشه، امام عاشور بيعود، كهربا، حكرم تمريره الى علي معلول عرضيه، لكن هناك رايه وفي تسلل امامنا. حكم اللقاء الحكم الكيني، على فكره مدرس في جامعه جومو كينياتا، هذا الحكم الكيني وبيدرس في مجال الزراعه والتكنولوجيا، هو مدرس رياضيات. تاو اللي عمل ازعاج في هذه الجبهه، لكن هذه المباراه اسماء كثيره. وادي اما بيرسي تاو هدف اول الاهلي وجمهور الاهلي في لحظه من لحظات الوفاء اللي بنشوفها بالحضور الجماهيري. كولر وراسيه الهدف الاول. الهدف الاول راسيه الهدف الاول عبد القادر، ولكن حارس المرمى يتألق. راسيه عبد القادر وركنيته ضغط اهلاوي 19 دقيقه راسيه عبد القادر ويتألق حارس المرمى فاتي في اللقطه اللي فاتت. لسه المباراه تعادل سلبي، ركنيات الاهلي قد تكون نقطه قوه، وحكم اللقاء امامنا هنا اهو بيدي ايه المره دي. محمد هاني عملها حلوه قوي هاني. يا وسام ابو علي، يا وسام ابو علي كنا هنديك الوسام. عنده هدفين في مرمى البلديه وهدف في مرمى زد، وفرصه كبيره بتضيع امامنا. ادي وسام ابو علي مهاجم، كون حذر. كره على طول هنا من اللاعب ابراهيم في المباراه. كره تعود مره عصيه خطيره مصطفى شوبير يا ولد العالي على طول. ادي الصراع تدخل قوي بيلعبوا بقوه قوي الحقيقه. النهارده اللاعب معاذ امامنا اهو نجلة، طبعا نجلة مولمي هو رقم 17 بوزن النهارده بادي مكان الناجين اللي كان لعب المباراه الاولى اللي هو، والمباراه الثانيه هتكون خارج بحث. ادي استحواذ 4 امامنا على طول الكرات العاليه، محاولات من جانب. مره نشوف هذا الموقف بيا ومحمد عبيه ولد عبد الملك وخارج ان شاء الله تكون كرات العرضيه وسام ابو علي، لكن ابو طويله بدار فاتي ايديه طويله وطول فارع 2 متر 1 سم امامنا هو السنغالي. واحده من الكرات المهمه اذا الاهلي، لكن المباراه طويله سريعه وطويله في مازيمبي في هذه الكرات. محمد هاني التغطيه العكسيه امامنا هنا محمد هاني، لكن في فاول في اللقطه في فاول. ادي رامي ربيعه بمستوى واداء مميز لهذا اللاعب، مستوى واداء مميز. اللي طلعها بعد كده الدفاع الى ركنيه رابعه للاهلي. علي معلول وادي راسيه رامي من اللاعب ايتوبو ولكن ركنيه يا ولد عبد القادر. احمد عبد القادر فاصل من المهاره، فاصل من تنزانيا، وبعد كده فوزت لا شيء في جانب اللاعب اللي كان موجود تشيكومب امام الكره السريعه ابراهيم كيتا. لكن بص الادوار الدفاعيه ابراهيم كيتا شغلهم اكتر من الجانب اليمين. 19 وايضا كره وسام اللي جات له عرضيه. تفطن بقى الى هذا الامر. يا ساتر على امامنا اللاعب ايتوبو جونسون ايتوبو لازم ياخد فيها انذار. دي معاذ انذار وايتوبو ياخد انذار لا محاله في هذه الكره.
يتوبو. ادي امامنا اهو جونسون على طول الكره السريعه، عبد المنعم راسيه الطويل مساحه خطيره، زيمانجا يا ساتر يا ساتر يا ساتر، زيمانجا قويه، اول كره لكن بعيده عن المرمى باربع خمس ياردات من اللاعب سوزي زيمانجا. كره ايه دي في مازيمبي، لكن الحذر جدا مع عاطف محمد سراج ومحمد الكحي. الجمهور يترقب هذه اللحظات، كرات العالية، مباراة دكة البدلاء، استلام، محاولة هنا العرضية، إصابة كانت طبعا بالكتف وكانت في مباراة على طول كرة ملعوبة رأسية خطيرة المرة دي، وسام فيها حسين الشحات، فيها قفشه، كريم وليد عامل اداء مميز، عبد القادر عايز يمرر ولكن المره دي استغل 6 ركنيات حتى الان. علي معلول ملعوب على طول كره في المرمى لكن الى خارج العرضيه، ما زال واقع امامنا جويل بيا رقم 9 وتشيكومب رقم 16. كده الكره خطره جدا ترجع، لكن مصطفى شوبيري يا ولد على يلعب ركنيه خطره جدا، خطيره يا ولد يا اكرم يشيل كره هدف خطيره. الكره اللي فاتت امامنا هنا من اللاعب اللي كان رامي ربيعه كره برجله قالش الكوره، ولكن حكم اللقاء امامنا هنا بيدي ركنيه. جارية الحكم قلقتني الحقيقه. نبتدي مازيمبي وعلى الاهلي انه يتعامل سريعا مع سيتاو، فرصه بيرسيتاو ودي احمد عبد القادر يحييها مره ثانيه ولكن الى خارج الملعب. فرصه كبيره الاهلي لازم يخلص. بص كرة حلوه يا ولد عبد القادر. جمهور الاهلي اللي حضر باعداد النهارده كبيره. الكرات الاماميه، التعامل مع الكرات الاماميه، اكرم توفيق، بيرسيتاو اللي ارتدت لعبد القادر، وبيرسيتاو كان رقم 31. هجمه المره دي انطلاق الى اللاعب كنزومبي خطيره، يا ساتر هدف التقدم عن طريق اللاعب جويل بيا. هدف تقدم جويل بيا في الدقيقة كام؟ الدقيقة 58. خطأ في التمركز الدفاعي، وسط أمامنا فرحة من تيبي مازيمبي، والهدف الأول في اللقاء عن طريق اللاعب جويل بيا. ولكن بص جمهور الأهلي، هدف من خطأ في الرقابة، خطأ في التمركز، والكرة أمامنا اهو. بص الكرات العالية، ادي أمامنا رامي تصل على طول إلى اللاعب كنزومبي. بص هنا بقى دون رقابة، مفيش رقابة، لا عبد المنعم مراقب ولا رامي ربيعة مراقب في اللقطة اللي فاتت، والكرة اتعملت الراجل اللي مكان في هذه الحالة. حكم اللقاء سيعود للفار. كرة كان فيها التحام هوائي ما بين اللاعب اللي هو رقم 9 جويل بيا وعودة حكم اللقاء للفار. عودة للفار. شوف أمامنا هنا هو حكم اللقاء. كرة على طول عالية، ادي الكرات العالية مرة ثانية ملغي لبيا، هدف بيلغى في الدقيقة. هنا هيشترك في هذه المباراة. ترجع مرة ثانية بيرسيتاو على شماله، هي الله يا على كرة بيرسيتاو، كرة ترتطم في ايد الحارس ثم في القائم امامنا ويلاقيها حلوه. محمد هاني في ادوار هجوميه المره دي، عمل كره حلوه قوي لعلي معلول، يلف علي العرضيه. منافس قوي تيبي مازيمبي على طول تغطيه دفاعيه. الظهور لم يتوقف وركنيات لم تستغل، وهي جول اهلاوي عن طريق محمد عبد المنعم. موعد دائم مع الاهداف التاريخيه. محمد عبد المنعم يضع الاهلي في المقدمه. كلمنا على عدم استغلال الركنيات، محمد عبد القادر يعني احمد القادر كان مميز. محمد عبد المنعم امامنا هو بيسجل دائما، سجل في الرجاء في 22 وسجل في المنستير والرجاء وسان داون، وهدف الاغلى في تاريخ الاهلي في البطولات الافريقيه طبعا مع هدف ابو تريكه في مرمى الصفاقسي 2006. هدف عبد المنعم في الوداد اللي كان وصل للاهلي للقب رقم 11. راسيه حلوه امامنا هو الهدف الاهلاوي الاول. عدى بيرسيتاو، لقطه محببه. انطلاقه امامنا جديده هنا، عرضيه المره دي خطيره. توفيق في هذه المباراه على طول راسيه المره دي. كنزومبي بيلعبوا كرات عاليه. مصطفى بيلي تراوري لعب اساسي المباراه الاولى. خطير موامبا، عرضيه خطره، علي معلول دون فلسفه، عايز يعدي، عدى وسام. واحده من الكرات والمهارات العاليه اللي بيظهرها لنا وسام، اللي بتجاوب على بعض الاسئله لبعض المشاهدين. لماذا مع امام مره ثانيه؟ امام الاستلام يا امام ما بين فريق نادي طبعا سان داونز. الله عليك يا وسام، ادي يا معلول
معلول ملك الحلول، ولكن المرة دي الحل من أبو علي، وسام أبو علي هنا اللاعب الفلسطيني اللي وضع هذه الكرة عشان يحقق للأهلي أمامنا هو هدفه الإفريقي الأول ورابع أهدافه. علي معلول يعملها بقى إيه بالمسطرة، قال له يلا يا راجل سجل، وبيدشن أول أهدافه الإفريقية، والأهلي متقدم بهدفين مقابل لا شيء. 10 مباريات في نصف النهائي دون أن يخسر النادي الأهلي. ووسام أكرم هل يكافئ أكرم؟ هو لازم ياخد المكافأة، لازم يروح أكرم بمكافأة. أكرم توفيق يستحق هذا التوفيق الإلهي، لأنه بالفعل أحد نجوم هذه المباراة بالثلاثة. الأهلي بالثلاثة، أكرم توفيق يختم المباراة مسك الختام عن طريق أحد نجوم المباراة اللي يستحق أنه يكرم بهذه النتيجة. الأهلي يصل للمباراة النهائية بعد هذا الأداء المتميز في شوط المباراة الثاني. الأهلي أظهر الوجه الحقيقي لبطل النسخة الأخيرة وصاحب